علاقتها بوالدتها متوترة دايما، واكتشفت انها بتمثل بالصدفة، وزعلانة من ابوها علشان رحل وسابها. جمالها سبب رئيسي في دخولها مجال التمثيل. التنمر هز ثقتها في نفسها وما عندهاش مشكلة مع الادوار الجريئة. مين هي اسماء جلال؟ في رمضان السنة دي بتقدم اسماء جلال في مسلسل الهرشة السبعة دور بنت عندها مشاكل مع اهلها وتحديدا امها، وجوزها بيقترح عليها تتابع مع دكتور نفسي. وبنشوف من خلال الحلقات تأثرها الواضح جدا بالأزمة دي في حياتها. والحقيقة الدور ده بيشبه حياة أسماء جلال لحد كبير. هي كمان عندها مشكلة مع والدتها، والمشكلة بقت أكبر بعد رحيل والدها اللي كان بيعمل نوع من أنواع التوازن اللي ما بقاش موجود بعد رحيله. والدة أسماء كانت شايفة إنها عادية، ما تستحقش أي نوع من أنواع الاهتمام أو الدعم، وكانت بتقول كده لباباها دايما. ده غير إنها رفضت بشدة إنها تدخل عالم الفن وتعمل الحاجة اللي هي بتحبها، وده اللي خلاها تدخل التمثيل من وراها. وفي يوم كانت والدتها قاعدة بتقطع السلطة وقالت لها أنا شفت بنت شبهك في مسلسل كأنه امبارح. فأسماء قالت لها بس دي مش شبهي، دي أنا. الأم اتصدمت وقالت لها ازاي تعملي كده، السكة دي آخرها وحشة. وفي نص الرحلة اتوفى الشخص الوحيد اللي كان بيعدل دفة الميزان وبيوازن بين الاتنين وبيقف جنبها، وما كانتش مصدقة انه خلاص ما بقاش موجود، وكانت عاوزة تنزل مع القبر بتاعه تبص عليه لآخر مرة. والشخص ده هو أبوها، وزعلت منه بعدها علشان مشي من الدنيا وسابها لوحدها. وحاولت أسماء بعدها كتير إنها تصلح العلاقة بينها وبين والدتها، لكنها فشلت في ده. بعد ما قعدت معاها وحكت لها على كل اللي جواها وكانت منتظرة منها إنها تحتويها، اتفاجئت بيها بتقول لها انت ازاي شايلة كل ده مني؟ وهنا أدركت إنه مفيش فايدة، ويمكن تجربتها الحقيقية دي هي اللي مأثرة على أدائها في الهرشة السبعة ومخلياه يطلع بالجمال ده. وبمناسبة الجمال، ملامح أسماء اللي فيها مزيج بين الهدوء والأنوثة كانت سبب أساسي في تسهيل دخولها للفن، لكن موهبتها هي اللي قدرت من خلالها إنها تكمل. أسماء عانت كتير في أول مشوارها من التنمر، كانت بتفتح السوشيال ميديا تقرا اللي مكتوب عنها وتقول ليه كده؟ ليه حد ممكن يفكر يأذي نفسية حد تاني بالشكل ده؟ لكن مع الوقت ما بقتش تتأثر بالموضوع ده قوي، وفهمت إن في ناس بتتنمر على غيرها عشان هي بتحب تعمل ده في المطلق كده ومن غير سبب. جمال أسماء بيخلي احتمالية ظهورها في أدوار جريئة حاجة مش مستبعدة، وهي قالت إنها دايما لما بيجي لها دور بتفكر فيه الأول بعقلها وتشوف إذا مناسب إنها تقدمه وفيه رسالة ولا لأ، يعني مش بتوافق على أي حاجة تتعرض عليها وخلاص. عشان كده هي مش رافضة الأدوار الجريئة في المطلق، وممكن توافق عليها طالما انها في سياق الدراما، ليها مبرر يعني مش موجودة كده وخلاص. أسماء عندها 2 اخوات، ولد وبنت، والاتنين متجوزين وهي الوحيدة اللي لسه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي، وعايشة في بيت واحد مع والدتها رغم اختلافهم الكبير في وجهات النظر واعتراضها طول الوقت على طريقة لبسها. بس هي من كتر ما رافضة فكرة الجواز مستحملة كل ده، والجمهور كان فاهم هو كمان انها ضد فكرة الجواز لغاية ما نزلت صورة ليها مع ويجز في ستوري تهنئة بعيد ميلاده وبتقول له كلام حلو. الناس فهموا انه ممكن يكون في بينهم وبين بعض حاجة، خصوصا ان ويجز كان لسه خارج من أزمة عاطفية مع فنانة أكبر منه برضه، وبدأ الجمهور يكتب لها انتوا ارتبطتوا، ألف مبروك، وهتتجوزوا امتى؟ أسماء تجاهلت الناس اللي باركولها وما حاولتش تصلح المعلومة، وبعدها بشوية فتحت مجال للأسئلة مع الجمهور اللي استغلوا الفرصة وسألوها إذا ممكن تتجوز حد أصغر منها ولا لأ، عشان تكون المفاجأة إنها بعد ما كانت رافضة مبدأ الجواز أصلا تقول إن ما عندهاش مشكلة تتجوز حد أصغر منها. وهنا جمهورها بقى شبه متأكد إنه ممكن يكون في علاقة عاطفية بينها وبين ويجز. ووسط كل ده إطلالات أسماء، فساتينها ومكياجها، تسريحات شعرها بيكونوا دايما حديث السوشيال ميديا في كل ظهور ليها، وهي دايما بتقول للي معجبين بالإطلالة بتاعتها إنها زيها زي كل الناس وبتلبس لبس عادي جدا. كل الحكاية إنهم بيشوفوها في المناسبات اللي لازم تلبس فيها ده، وإنها مش على طول شيك وعلى سنجة 10 زي ما الناس مفكرة كده. ودي كانت نهاية الحلقة، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.